في ناس بعد مواقف مؤلمة أثرت في حياتها بتتكسر تماما، يعني عارفة بتوصل لمرحلة استسلام ويأس، خلاص أنا ضعت، أنا مش عارفة أقف تاني. ده غالبية. وفي ناس للأسف كأن بقى الدرس اللي اتعلمته من الموقف ده إنها تبقى أسوأ، إنها تبقى وحشة، زي ما الناس وحشة أنا هبقى وحشة، فبتاخد قرار لإنها تكون نسخة أسوأ من نفسها. وفي ناس بقى تانية بيقدروا يتجاوزوا ويقدروا يتخطوا المرحلة دي ويتعلموا منها ويطلعوا فعلا نسخة كانت محتاجة تمر بالمرحلة دي علشان تصنع على أحسن وجه. فإيه الفرق بين التلاتة؟ بتشوفي إيه الفرق؟ الفرق يا ستي في العدو الأعظم للإنسان، الخوف. التغيير مش حاجة سهلة، هو تحدي صعب، ومواجهة النفس مش حاجة سهلة، هو برضو تحدي صعب. فطبعا كتير من الناس بيفضلوا إن هم يعيشوا حياتهم في منطقة الأمان وهم موجوعين على إنهم يواجهوا ألم التغيير. عشان كده دايما أي حاجة جديدة بيسمعوها ممكن تنتشلهم حتى من الوجع اللي هم بيتوجعوه ده، أو تخليهم يحسوا أفضل، أو تخليهم يفكروا أفضل، أو تخلي نمط حياتهم أو أسلوب حياتهم أفضل. هم على طول بيرفضوه لأنهم هم خلاص احنا تعودنا، خلاص الألم ده تعودنا عليه، تيجي تقولي بقى أتعود على ألم جديد.